واحد النهار جات عمتي كتدق علينا في الدار اللي في العربية. كنت انا وخويا من با، ودقات علينا وفتحت ليا انا كنت مره كنجي لعند خويا، كنقادلو الدار، وكنت كنقابلو ديك الدجاج ديالو وديك الحجل والبيبي ومدير القنيه ندير كلشي تما، حيت انا كنت ساكنه في الدوار اللي كيجي فيه خويا ديك الفيلا ديالتو اللي مخليها تما. المهم عمتي جات كتدق علينا، انا ما كان عندي ما ندير، ضروري ما نحل عليها، ولكن عييت من نمسح في وجهي ومن نلبس عليا شي حاجه، ولكن بان ليا انني كنت مقاده راسي وكنت في واحد الجو اللي ما هواش مع خويا. اي والله يستر، خويا من با. المهم مشيت فتحت على عمتي، سلمت عليها دخلتها، ولكن عمتي حسيت بها انها ما لاحظات شي حاجه. خويا دوز واحد شويه وخرج من بيت الناس، خرج لابس واحد الفوطيه وخرج سلم على عمتي. سلمنا ليها والو باس، عمتي كي دايره، شخبارك، شحال ما جيتي لعندي؟ ايوا كاتلو غير مع الظروف ومع الدراري ومع داكشي ومع البهايم. عمتي كانت عندها البلاد بزاف، وكان عندها جوج ديال الولاد هما اللي كانوا كيقابلوا لها الفلاحه، وكانت عندها واحد الدار كبيره بالجردة، وكانت عندها الكوريد البقار والغلام. مهم لاباس عليها، حتى حنا كنا لاباس علينا، ولكن ماشي انا. خويا كان با البلاصه اللي مشى ليها كيدير فيها المرأة. المهم انايا امي بوحديتها، وخويا مو بوحديتها، وبا الله يرحمه من بعد ما مات خلى خويا وخلاني انا وخلى خواتاتي من واحد المرأة اخرى. يعني بمعنى با كان مجوج بثلاثه د العيالات، خواتاتي تزوجوا، انا تزوجت، بقى خويا. وما كنا ساكنين في ديك الدوار كانت عندنا في واحد الفيلا، وكانت عندنا دار في المدينه، فهي فيلا واعره كنا ساكنين فيها تما. من بعد ما تزوجوا خواتاتي تزوجت انايا، بقى خويا تمايا. خويا من با، خويا مبغاش يتزوج با، من بعد ما طلقات من با تزوجات، وخواتاتي اخرين تا همايا. المهم تاهي طلقات، كنت كنجي نشطبلو تما ونطرفلو الدار، ونقابلو ديك التزويجات ديالو وديك الشي القنينات، كلشي. المهم داكشي اللي مخلي تمايا، وكنمشي لداري. انا كيف ما قلت لكم انا تزوجت في الدوار، ولكن حالتي وكنجيب لها خصتني شي حاجه من تما، بيضات خضيره، كندير الخضره تما، ندير كلشي، مخلي واحد الراجل مره يقابل البهايم، كيجيب لهم الماكله ويجيب لهم يحش ليهم ويعلفهم وتيمشي. ولكن انا كنت كنقابل له الدار كنخلي ليا الساروت انا، ماشي الاخر، كنخلي له غير الساروت ديال الكوري ديال البهايم صافي، حيت ما يمكنلوش يثيق فشي واحد بحال اللي كيثيق فيا انا خصو. وديك الفلوس كامله اللي كانت عند با، حيت كان خويا كانت مو لاباس عليها، وكانت مهليه في ولده، ديك الولد اللي ولد معاها، وكانت وهبت له شي فلوس وشي اراضي وديكشي، هما اللي كان باش دار لاباس بيهم. المهم هادي القصه باش خويا لاباس عليه. زعما بغيت نشرح لكم، عمتي كانت معروضه لواحد العرس ديال الدوار نيت، وكيكونوا في الناس ديال الدوار كاملين، ديك العيالات وديك الشي كامل كيتجمعوا، وتبقى مدور الهضره. ايوا عمتي ما سكتات على داكشي اللي شافت او داكشي اللي حسات، حيت تاكدات مزيان، ولكن ما كانش خصها تقول حتى شي حاجه، كانت خصها تخلي السر ديالها عندها. الانسان عمره ما يقول شي حاجه، شفتي شي حاجه خصك تسكت، خصك تستر،
حيت الإنسان إذا قال شي حاجة فيترقب شنو غيوقعلو، سواء كانت ديك الحاجة كبيرة ولا صغيرة. المهم غادي يضر من ديك الفم ديالو شنو قال. الفم راه كيجيبها في مولاه. ايوا نتي سيات بينا الخبار وبدات كتهضر، وبداو العابديننا في الهضره. ولد خوك بنت خوك واش كتمشي عندهم، واش كيجيو عندك، لاباس عليهم تبارك الله. ايوا ايوا قالت لهم راني مشيت طليت عليهم ديك النهار، ولكن راني شفتهم فواحد الحاله ما عجباتنيش، شفتهم بحال شي راجل ومراه. المهم نتوما فهموا. ايوا انا ما عجبنيش الحال وتزينت ودغيا عقبت وجيت بحالاتي. كنت كنقابل ولادي وتنوكلهم ونشربهم وتندير لهم السيو ديال الناس في الليل تا كتهدى الدنيا. خويا تقريبا ما كاش كيحيد من تما، غير انه هو ما يعني جينا مقربين الدوار. حتى الدوار ديالنا كان بعدين ديك الديور كل واحد فين حاط البلاد ديالو، ولكن خويا ديك الدخله اللي كيدخل فيها غير الشواكات، وكيدخل يعني ما كيشوفو حتى شي واحد ما عدا ديك العساس اللي كيقابلو البهايم كيجيب لهم الماكله باش ياكلوا ديك الشيء. هو اللي مره كيجي يخلي لهم الماكله تما ويقابلهم ويكش ليهم وكان كيمشي. هو الوحيد اللي كيعرفو واش مشى ولا ما مشاش. ايوا انايا خويا راه حافظه وعارفه متفقين مع بعضياتنا، وكنا بحال راجل ومراه كيف ما قالت عمتي، ولكن خافيه من داكشي حيت ما فهميت كاع. ايوا انا كنت واحد البنت اللي ما بيهاش او ما مركزاش، ما عندهاش العقل، عقلها طاير. وخويا حتى هو كان من ديك الولاد اللي مسرفقين، كانت عنده الفلوس وصافي مسرفق، ما بغا يتزوج ما بغا يدير حتى شي حاجه.